القصر الكبير اليوم كتعيش واحد المشهد اللي ما تعودناش نشوفوه. مدينه كانت عامره بالحياه ولات فجاه غارقه في الماء. إلى عجبك المحتوى اشترك وكن جزء من الرحله نحو اول 1000 مشترك، ومرحبا بكم عندي مره اخرى. منذ ايام مدينه القصر الكبير في شمال المغرب كتواجه فيضانات قويه بسبب امطار غزيره ما وقفاتش. المياه طلعت في الشوارع والاحياء، سدات بزاف ديال المداخل وخلات المدينه شبه معزوله، ومبقى مفتوح غير طريق العرائش وبصعوبه كبيره. ولكن اللي وقع ما كانش غير بسبب الشتاء، سدوا هاد المخازن وصل طاقته القصوى بنسبه 100%، وهذا الشيء فرض تفريغ جزئي للمياه لحمايه السد. هذا التفريغ رفع منسوبات ديال اللوكوس بشكل خطير وخلى المياه تدخل الاحياء المنخفضه داخل المدينه. الصور اللي خرجت من القصر الكبير موجعه ومؤلمه، طيور عامره دخل الماء، محلات خسرات، سيارات واسر خرجت من الطيور ديالها، خصوصا الناس البسطاء، الكرايه والمرضى. طريق العرائش وعده احياء اخرى كانوا من اكثر المناطق تضررا. هذه الفاجعه رجعت النقاش لحاجه اعمق واخطر: ضعف التخطيط العمراني وهشاشه البنيه التحتيه، خصوصا في مدن صغرى بحال القصر الكبير. حتى المدارس والمؤسسات العموميه ما سلمتش من الاضرار. وهنا كيتطرح سؤال مؤلم وبصوت عالي: واش المدن ديالنا مهيئه فعلا لمواجهه بحال هذه الكوارث؟ ورغم الالم كيبان الوجه الاخر المشرف ديال القصر الكبير: تعبئه كبيره ديال الوقايه المدنيه، القوات المسلحه، السلطات المحليه والمتطوعين، خيام كتركب، مراكز ايواء كتفتح ومساعدات كتوزع، تضامن حقيقي ديال ولاد البلاد في واحد من اصعب اللحظات. اليوم القصر الكبير محتاجه لينا كاملين، واللي يقدر يعاون ولو بالقليل غادي يشكل فرق كبير، وحياه انسان ممكن تبدل بهذه المساعده.